ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل الرز بلبن بطريقه سهله وبسيطه زي بتاعه المحلات وبمكونات قليله جدا، يعني مكوناتها قليله بس هتطلع حاجه كريمي وحلوه في الاخر. جربوها وعلى ضمانتي. نخش الفيديو ونشوف هنعمل ايه. معانا دلوقتي كوبايه الا ربع رز، معايا كوبايه الا ربع سكر، معايا كوبايه لبن، معلقتين نشا، واحده من الكريم جانتيه او معلقتين كبار من الكريم جانتيه، واتنين من الفانيليا. هنشوف الاول هنعمل ايه. معانا الرز اهو، هنحطه على اللبن ده. معانا كيلو ونص لبن اهو، هنحط معاه الكوبايه الا ايه، الا ربع. معانا كوبايه الا ربع رز. منسيبش حاجه عشان دي مقادير بس. وهنقلب بقى كده، نقعد بقى نقلب كده عشان ما يلزقش تحت في الارضيه. اهو يا حبايبي دلوقتي عملنا الرز وحطيناه مع اللبن وادينا سايبينه ايه يغلي معاه. واول ما يغلي نديه غلوتين ونروح قافلين عليه الغطا ساعه، ونقعد نقلب كده عشان ما يلزقش في قاع الحل. مع التقليب بقى المستمر هتلاقي بقى الرزايه اتشربت مع اللبن كده وهيبقى طعمه جميل. ما تحطلهوش ميه، يعني في ناس بتسويه بالميه، تسوي الرز الاول وبعد كده تحط عليه اللبن. لا، حطي اللبن وبعد كده حطي الرز وخلي الرز يستوي مع اللبن، هتلاقي الطعم احلى بكتير وهتلاقي الرزايه شربت من اللبن. اهو اول ما يغلي كده هنغطي عليه. اهو يا حبايبي دلوقتي اهو غلي، واول ما يترفع كده اهوت اللبن نروح مقلبينه كده تقلبتين ونقفل عليه النار ونغطيه ونقفل النار عليه. خلاص يا حبايبي دلوقتي كده الرز استوى اهو، عدى عليه نص ساعة مش ساعة. الرز بتاعنا جميل واستوى اهو. هنقلبه كده تقليبة ونولع عليه تاني اهو، نتأكد ان هو استوى اهو. استوى زي الفل اهو. هنبتدي بقى نيجي ونعرف هنعرف ايه بقى المكونات اللي هنحطها جوه الرز بلبن. هنعلق عليه تاني. حبايبي دلوقتي الرز اهو استوى في قلب اللبن، هنقلبه بقى تقلبتين تاني مع الايه، مع الرز. هنقلبه كده تقلبتين تاني يغلي معاه تاني. نيجي بقى نشوف هنعمل ايه. بصي يا حبايبي دلوقتي هنحط السكر، كوبايه السكر، ونقلبه كويس مع الرز واللبن. هنقلب كويس الايه، السكر مع الرز واللبن 5 دقايق كده تقليب. ما تسيبوش بقى هنا من اول هنا، ما تسيبوش الرز عشان ما يلزقش تحت في القاع. تمام. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه. اول ما يعمل غلوتين كده، يغلي غلوتين، هنروح عاملين ايه بقى. جايبين نص كوبايه لبن ندوب فيها المعلقتين النشا اهو كده اهو. ندوب النشا حلو عشان ما يكلكعش معانا في قلب الايه، في قلب الحمل. تأكد بس ان مفيش ايه، مفيش نشا لازق تحت. تمام. وهنيجي بقى على الحله بتاعتنا برضك اهو. حله نحط بقى النشا بتاعنا ونقلب بسرعه. خلاص يا حبايبي هنقعد نقلب كده النشا مع الايه، مع الرز واللبن والسكر. خلاص يغلي غلوتين. ايه، هنعمل معانا بردك معانا كيس ده كريم جانتيه، هندوبه بردك في كيس، في نص كوبايه لبن اهو.
هنقعد بقى نقلب كده الكريم جانتيه وندوبه في قلب اللبن عشان نحطه فين، نحطه مع الايه، مع اللبن والنشا والرز. دلوقتي كده هغلي النشا استوت فين، في اللبن والرز. هنيجي بقى نروح حاطين ايه، نص كوبايه اللبن مع معلقتين الكريم جانتيه، هنروح مصبينه كده مع التقليب بردك عشان ما يكلكعش مننا. نقلب بقى كده كويس قوي اهو. هيبقى كريمي وجميل، هيبقى زي بتاع المحلات، وعلى ضمانتي يعني جربوه لو عجبكم ادعولي بقى، ادعولي ادعولي. كريمي كده وحلو. بصي بالجمال، هو مستوي على فكرة، الرز مستوي في اللبن، انا ما حطيتش ميه. على طول مستمر. هو كده خلاص استوى ماشي. هنحط له بعد ما يستوي بقى نحط له ايه، ظرفين كده من ايه، من الفانيليا. نروح بردك مقلبين كده اهو، نروح بقى قافلين عليه الايه، قافلين عليه النار. دلوقتي يا حبايبي بقى خلاص هنغرف الرز بلبن. بصي القوام بتاعه عامل ازاي، جميل كريمي وتحفه زي والله بتاع المحلات. والريحه انا عاوزه اقول لكم يعني الريحه تحفه 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 اهو يا حبايبي. لو في اي حاجه بقى نزلت كده، حاجه نزلت كده نبقى نمسحها اهو يا حبايبي. عايزين هنغرفه وبعد كده ارجع لكم اهو يا حبايبي. خلصنا اهو الرز بلبن، ويا رب يعجبكم. ولو عجبكم اعملوا لي شير وكومنت حلو زيكم كده ولايك، وبالهنا والشفا.